والنهارده بحكايتي المؤسفة، حكايتي الصعبة جدا. أنا اسمي كركور، وكنت أشهر قط حرامي في الحارة كلها. سردين بسيط، تونة سهل، فراخ ولا أسهل. لكن في يوم شميت ريحة غريبة جدا، ريحة فرخة مشوية. بس دي مش أي فرخة، دي فرخة محشية رز، والرز واقع منها ومقرمش، شكلها عظميته بجد. اتسللت من الشباك بشويش لحد ما وصلت للمطبخ، وفجأة وانا واقف وسرحان في شكل الفرخة المحشية اللي هموت عليها، لقيت صوت بيعمل. بصيت ورايا لقيت كلب اسمه سباع، عينيه في الفرخة والتانية عينيه عليا. جريت وانا ماسك الرجل بتاع الفرخة، وقعت في الزبالة والناس بتضحك والكلاب بيهوهوا عليا. ومن ساعة لا قربت الفرخة ولا حتى بيضة. خلاص اتعلمت ان مش كل حاجة تشتهيها لازم تبقى من حق. صدقوني يا صحابي، الطمع بيخلي القط يقع في الزبالة، خلي بالكم. ولازم دلوقتي اقول لكم الحكمه اللي انا اتعلمتها، ونصيحه في نفس الوقت. انا كنت بسرق عشان جعان، بس اكتشفت ان الطمع بيخليني اخسر اكتر من الجوع. من النهارده هاكل بالحلال، لو كانت كسرة عيش وجبنه نسر. وانتوا كمان يا صحابي اتعلموا ان الحلال مفيش احسن منه. كده اكون قلت لكم حكايه انا كركور، يا رب تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا منها حاجه. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.